اللهم صل على خير البشر. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم جديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتار. المغرب يتأهل رسميا للجوم النهائي للمونديال. تأهل المنتخب المغربي أقل من 17 سنة رسميا إلى دور الثمن النهائي من كأس العالم للناشئين قطر بعد فوزه الساحق على المنتخب كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16 هدف مقابل 0 في المباراة التي جرت يوم أمس الأحد ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات. رغم البداية الصعبة بخسارتين أمام اليابان والبرتغال، استعد إشبيل الأطلس أملهم من خلال عرض هجومي استثنائي سمح لهم برفع رصيدهم إلى 3 نقاط في المركز الثالث مع معدل تهديفي متميز بلغ 8، ما منحهم أفضلية واضحة على باقي المنتخبات التي احتلت مركز ذاته في المجموعات. تأهل المغرب تأكد رسميا عقب هزيمة كوستاريكا أمام كرواتيا والإمارات أمام السنغال، ما أبقى رصيد المنتخبين عن نقطة واحدة فقط، بينما تفوق أيضا على أشبال المنتخب التونسي الذي احتل المركز الثالث بمجموعة بفارق الأهداف 3. بهذا الإنجاز ضمنت العناصر المغربية بطولة تأهل ضمن أفضل منتخبات منصفة في المركز الثالث دون حاجة لانتظار نتائج باقية في مباريات الجولة الأخيرة، وهو ما يعكس تطور ملحوظ لكرة القدم المغربية في فئات عمرية يمنح المنتخب دفعة قوية للاستمرار في المنافسات على أدوار متقدمة في هذه النسخة الحالية في المونديال. ليبقى السؤال الأخير، هل المنتخب للناشئين أقل من 17 سنة سيحاول وسيصارع من أجل إفراح الجماهير المغربية والجماهير العربية؟ إن أعجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم جديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتار، ولا تنسوا دعاءكم لإخوانكم في السودان بالنصر والتوفيق إن شاء الله. اكتبوها لنا في التعليقات.